ازيكم يا زولا، اخباركم ايه؟ فيديو النهارده هنهي فيه جميع النقاشات اللي بتيجي في بالك بالنسبه لهامستر كومبات. هل هامستر كومبات سكام؟ هل استخدم بوت المفاتيح؟ والسؤال اللي محير الناس كلها، ايه سبب انخفاض عدد مستخدمين هامستر من 155 مليون ل 89 مليون؟ لكن قبل ما نبدا في الشرح ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنورني في جروب التليجرام. بينزل عليكم بهات هامستر ولغلابه الطماطم وبننزلها اول باول، مش بنتاخر فيها ثانيه. هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. ونخش في الشرح على طول. قبل ما اجاوب لكم على الاسئله عايز اقول لكم ان نظام الجوائز اليوميه اتغير. لو ضغطت على كلمه ديلي ريورد هتلاقي حاطط لك في اليوم الاول 100,000، اليوم الثاني مفتاح، اليوم الثالث 500,000، اليوم الرابع مفتاح، واليوم السابع مديك في سكن في الاسبوع الاول والثاني والثالث. طبعا عشان بعد الاسبوع الثالث خلاص الادراج، والتحديث ده لسه نازل النهارده، حبيت برضه انبهكم عليه. خلينا برضه كده نرقي كام كارت قبل ما نبدا. خلينا نرقي الكارت ده ونرقي كمان الكارت ده، وفي برضه كارتين برضه كنت عايز ارقيهم، كارتين دون تمام، وده وعايز برضه ارقي الكارت ده. بس كده. واول سؤال عايز اجاوب عليه، هل هامستر كومبات سكام؟ طب بالعقل والمنطق، هل لو هامستر كومبات سكام كان طلعت من يوم ولا يومين ومنصه بايبت اعلنت عن ادراجه ومنصه اوكو اكس كمان اعلنت عن ادراجه؟ يعني اكيد لو سكام وبيستهتر بعقول الناس كانت المنصات الكبيره دي كبرت دماغها من البوت ده اساسا. لكن المنصات عارفه ان البوت ده تقيل وفي ناس كتيره جدا شغاله عليه. 155 مليون واحد كانوا شغالين عليه. هتقول لي ما هو ما عادش 155 مليون، لا بقوا 89 مليون، وتقريبا دلوقتي بقوا 88 مليون. طب ايه السبب؟ صور كتيره جدا طلعت، سكرينات بتقول لك هل انت هامستر سيء، يو ار باد هامستر، والصور دي انتشرت جدا. لو معايا هحطها لكم على الشاشه برضه عشان تشوفوها. هل الصور دي حقيقيه ولا الصور دي فيك؟ احنا هنتكلم بالعقل والمنطق وهتعامل على ان الصور دي حقيقيه. يعني يا جماعه من وسط 155 مليون لو في 30 مليون خد بان، واحد بس اللي هيطلع يقول انا خدت بان؟ طب ما هو كده مش منطقي. ده على الاقل تقدير جدا 100,000 واحد يطلع يقول يا جماعه احنا خدنا بان، والصور تلف في الفيس والتليجرام وكل مواقع السوشيال ميديا، لكن صوره واحده بس اللي تنتشر والباقي كله شراها. ما هو ده مش منطق برضه. ده انا بتكلم ان الصوره دي حقيقيه، لكن الحقيقه ان الصوره دي فيك. والصوره اصلا دي اللي مكتوب عليها هل انت هامستر فيك دي صوره اجنبيه، وواحد عربي هو اللي خدها ترجمها وخلاها تلف في التليجرام كله، وكل الناس قالت ان هامستر سكام وهامستر بيت بان ومحدش يستخدم بوت المفاتيح. طب بالمره هل استخدم بوت المفاتيح ولا لا؟ انا شخصيا لحد النهارده بستخدم بوت المفاتيح، لان مفيش حاجه طلعت رسميه حذرت من استخدام بوت المفاتيح، واي حد طلع بيحذر فهو ماشي من دماغه. لان بوت هامستر برضه اكيد اللي شغالين عليه مش ناس صغيره، ولو عايزين يوقفوا البوت ده هيوقفوه، ولو عايزين يغيروا خوارزميه المفاتيح برضه هيغيروها كلها، بس مش هيدوا للناس بان. لان الطبيعي العيب منهم، العيب مش منا احنا، العيب منهم هم اللي هم عملوا خوارزميات سهله تخلي اي برنامج يقدر يستنتج الاكواد دي كلها. وان والله لو عايزين يغيروا الخوارزميات دي كلها ويعملوا اكواد محدش يعرف يخترقها هيعملوا كده، لكن هم سايبين الموضوع ماشي بالحب. وانا اقسم لكم لو كل استخدم بوت المفاتيح مش هيحصل لهم بان ولا اي حاجه. والسؤال الاخير اللي انا هختم بيه الفيديو ده السؤال الاهم، طب ايه انخفاض العدد اللاعبين من 155 مليون ل 89 مليون طالما مستر كومبات مش بتدي بان بقى والكلام ده؟ هو كده مستر قلنا مش بتدي بان، وقلنا عشان ما فيش غير واحد بس اللي طلع وعمل سكرين فيك والكلام ده. يعني اول حاجه خليكم عارفين ان عدد اللاعبين اللي مستر كومبات من العرب عددهم قليل جدا. يعني مثلا ممكن نقول من وسط 155 مليون قول 20 مليون، فبالتالي كده انت عندك 135 مليون اجانب، صح كده؟ الحمله اللي طلعت من اجانب الفتره الاخيره ان مستر كومبات سكام ويا ريت نبطل نشتغل عليه والكلام ده، هو اللي خلى الاجانب تنسحب من مستر كومبات، عشان طلع عليه شائعات كبيره جدا اللي هو سكام. وكانت مستر كومبات مش بتطلع ترد خالص، كانت ممكن تطلع مره وما تطلعش 10، فعشان كده ناس كتير جدا اجانب انسحبوا منه. وفي ناس عرب برضه كانت عارفه بالحمله دي بس ما كانتش فاهماها. خلاصه الحمله يعني اللي محدش اشتغل على مستر كومبات، وان مستر كومبات سكام، وان مستر كومبات مش هيدينا حاجه والكلام ده. لكن اللي حصل عكس كده خالص لما بايبت واوكو اكس طلعت اعلنت عن ادراج مستر عندها، ومستر برضه طلعت الخبر ده. واظن الميه هتقعد لمجاريها الفتره الجايه باذن الله، والكل هيرجع يستخدم مستر كومبات، وايا كان سعر العمله ايه ان شاء الله مستر كومبات مش سكام. وخليكم عارفين ده اكبر بوت في التليجرام من حيث عدد المستخدمين، ده وصل 155 مليون، مفيش بوت قدر يكسر نص الرقم ده حتى. فاتفائلوا خير ان شاء الله، وباذن الله البوت ده هيرضينا كلنا، ولو في اخر تحديثات برضه هطلع اعرفكم بيها. وما تنساش زي ما قلت لك تنورني في جروب التليجرام عشان بينزل عليكم موهات وجميع الشفرات، وان شاء الله لما الجروب يكبر هنوزع فيه جوائز باذن الله، وهنوزع برضه في اليوتيوب. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو القادم.